المنتخب الأردني. هكذا علمتنا كرة القدم، علمتنا أن نقول للفائز مبروك، وبروح رياضية كبيرة جدا جدا. هذا المنتخب هو منتخب في منتهى الاحترام، قدم أداء محترما راقيا في كرة القدم رغم عدد اللاعبين اللي كان النهارده المدير الفني مريحهم. إذا أنت أمام مدير فني كبير، أمام منتخب كبير، أمام شعب أيضا كبير، الشعب الأردني. بنبارك لهم ألف ألف مبروك. أما ما علينا فاحنا لا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحة ولا أداء ولا خروج بالكورة ولا باصة عدلة ولا أسيست ولا شكل ولا أي حاجة في أي حاجة الحقيقة. يعني لا جينا البطولة ولا احنا عارفين أصلا احنا جينا البطولة ليه. ولما تيجي تسأل احنا جينا البطولة ليه يا باشمهندس هاني، باشمهندس هاني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عاجبك شكلنا في البطولة بالمنظر ده؟ الواحد جواه حاجات كتير وساكت، بس خلاص بقى، خلاص. لو انت عاجبك المنظر ده منتخب مصر بهذا الشكل، كل الفرق اللي معانا في المجموعه عملت قدام، كلها منتخبات محترمه، عملت قدامنا مباريات كبيره جدا جدا، واحنا لا حول لنا ولا قوه. مش قدها ما نسافرش، مش قدها ما نطلعش بمنتخب، ما عندناش تخطيط ما نعملهاش. اقعد يا كابتن حلمي، ما نشكلش المنتخب من اصله. لكن ده يرضي مين؟ الجماهير هتموت، جماهير مصر هتموت. الناس بتغلي من الماتش الاولاني، بتخسر او بيخش فيك جون ويرجع المنتخب وتحاول ترجع تاني، والماتش اللي بعده قدام المنتخب الاماراتي، والنهارده لا حول لك ولا قوه. انت فريق الماتش قسما بالله لو قعد لحد بكره الفجر انت ما هتسجل اجوان على السكه وعلى الدغري. يا باشمهندس هاني، انت الذي تتحمل هذه المسؤوليه رقم واحد، مش حد تاني. يا باشمهندس هاني، انت جايب الكابتن حلمي طولان وانت عارف ان هو الكابتن حسام حسن عمرهم ما كانوا على وفاق. لو انت رئيس اتحاد عندك القدره انك تقعد الاثنين كنت جبت الكابتن حلمي وقعدته مع الكابتن حسام. لكن احنا بالمنظر ده لحد اللحظه دي، كل ما نتكلم قبل الماتشات وقبل البطوله، يا جماعه هدوا الدنيا عشان نعرف ننسق ما بينهم. النهارده ثلاث ارباع لعيبه المنتخب واقعه ما بين الكابتن حلمي طولان وما بين الكابتن حسام حسن. مين يرضي مين؟ انهي بني ادم في الدنيا في انهي مكان في العالم يرضي مين هذا الاداء المخزي لمنتخب مصر؟ يا جماعه الناس في الاردن في غير المباريات بتسالنا هو ده منتخب مصر؟ وده المنتخب؟ ده منتخبنا احنا؟ الناس مستغربانا، احنا نفسنا مستغربين نفسنا. لا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا اي حاجه يا راجل. قاعدين في مكاننا مكسوفين، قاعدين في مكاننا مكسوفين. لا باصه عدله ولا كره عدله ولا اي